برضو انصحك ان انت في البلاي للحمايه ان انت تعمل له ايقاف تشغيل، تتاكد انت قافل الاثنين دول عشان ما يعملكش اي مشاكل في الاوثنتيكيشن بتاع الموبايل. وعندك اعدادات مفضله على الشبكه: عدم تحديث التطبيقات تلقائيا وعدم تشغيل الفيديوهات تلقائيا. تاكد ان انت مفعل الاختيارين دول، وكده اي تطبيق تحمله هيشتغل معاك من غير اي مشاكل نهائي. طيب لو انا عايز ان الجي بوكس يفضل شغال في الخلفيه، او عايز جي بوكس يجي لي اشعارات او ما يجيبش اشعارات، لانه اول لما تحمل البرنامج هيفضل ظاهر لك هنا اشعار ان جي بوكس موجود على الموبايل. فانت بمجرد ما تفضل ضغط على جي بوكس كده، او تقدر ان انت تروح على الاعدادات، تطبيقات، اداره التطبيقات، وتدور على الجي بوكس. عندنا خيار الاشعارات بالشكل ده: السماح لجميع الاشعارات. لا، انا هقفل خلاص، يبقى انا كده قفلت اشعارات الجي بوكس، فبالتالي مش هيجي لي اي اشعارات من البرنامج اللي هو الجي بوكس الخاص بالموبايل. فبالتالي مش هيضايقني في اي حاجه، لان في ناس بتتضايق من الاشعار اللي بيجي الجي بوكس ده. هنا الاذونات، لو انت عايز تديله بيرميشنز معينه: ميكروفون، جهه